في نهاية المطاف حققنا ما نريد. كانت مباراة صعبة، ارتكبنا بعض الأخطاء التي كلفتنا أهداف من قبل الخصم، ولكننا نجحنا في حل هذه الأمور ولعبنا مباراة قوية، وفي نهاية المطاف النتيجة كانت مرضية بعد العمل الذي قمنا به. دائما لا يمكن أن تحقق مثل هذه النتائج، ولكن يجب بالتأكيد أن نحسن العديد من الأمور، لكننا بالتأكيد لعبنا مباراة قوية أمام ديبورتيفو الذي خاض مباراة صعبة. ماذا حدث؟ هل تعتقد هذه الأخطاء بسبب فقدان الثقة؟ لا أعرف سبب هذه الأخطاء. في الشوط الأول كان لدينا بعض الفرص كي نتقدم في المباراة، لكننا لم نتقدم وتركنا العديد من المساحات للخصم، ولكن في نهاية المطاف نجحنا في تحقيق الهدف وفزنا وحصدنا 3 نقاط في الدور، والآن يجب أن نستمتع بكأس العالم للأندية. رقم قياسي جديد. لا، أنا على الصعيد الشخصي بالتأكيد سعيد بتسجيل أهداف للفريق، والأهم بالتأكيد المجموعة والفريق ككل، وسنستمر في حصد النقاط. هل يمكن أن نتحدث عن راموس المنقذ؟ دائما أنا سعيد بأي اسم يطلق عليه، ولكن في النهاية هذه هي عقليتي، أن أستمر وأقاتل ونتحسن كل يوم تلو الآخر، وعندما أعتزل وأترك الكرة بالتأكيد سأحظى بمكانة كبيرة في قلوب الجماهير. احتفال بالتأكيد هو عيد ميلاده. شكرا.